مساء الخير عليكم مستمعين الكرام واحلى مستمعين ومشاهدين، اهلا وسهلا بكم. التليفونات هي وسيله فعاله جدا للتواصل بين شخص والتاني. اي حد عايز يكلم شخص او يطمن عليه بيكلمه على التليفون. لو شخص موجود في مكان بعيد وعايز يكلم ناس فبيكلمهم على التليفون. فالتليفونات هي وسيله بيستخدمها ملايين الاشخاص بشكل يومي تقريبا، خصوصا في الوقت الحالي. في وقت التكنولوجيا الحديثة التليفونات أهميتها زادت بشكل كبير، لكن هل ده الطبيعي في التليفونات؟ أو هل ده اللي بيفضل يكون طبيعي في التليفونات؟ أحب أقول لك لأ، لأن في مكالمات وتليفونات غيرت مجرى حياة البني آدمين. في مكالمة خلت شخص ينهي حياته بنفسه، ومكالمة تانية خربت بيوت، ومكالمة تالتة أدت إن هي تفتعل جريمة معينة خلت شخص يقضي على شخص تاني. مكالمات كتيرة جدا كانت غامضة، ومكالمات كتيرة برضو غيرت تاريخ شعوب، ومكالمات كانت هتفتعل حرب نووية تقريبا. تعال بقى النهاردة أكلمك عن قصة مختلفة تماما، فمن غير ما أطول عليك يلا بينا نحكي قصة النهاردة. عادل شاب عنده 40 سنة وبيشتغل مهندس، وطبعا علشان ظروف المعيشة والحياة قرر ان هو يسيب الشغل اللي كان بيشتغله حاليا ويسيبه ويروح يشتغل شغل تاني، بس الشغل ده هيكون أبعد. وعلشان هو متجوز وعنده أطفال فالموضوع كان هيبقى صعب عليه شوية، لكن علشان ظروف الحياة قرر ان هو ياخد الخطوة ويروح يسافر علشان يشوف الشغل اللي هيشتغله بشكل أفضل ومرتب بتاعه أحسن بكتير. وعادل بعد ما اتقبل في الشغل بيحضر شنطة هدومه وبيضطر إن هو يسافر للشغل ده، واللي كان موجود في محافظة أبعد بكتير من المحافظة اللي هو كان عايش فيها. عادل من النوع البيتوتي اللي بيحب مراته وبيحب عياله جدا، وبيحب يقضي الوقت بتاعه أو معظم وقته مع عياله ومراته، لكن للأسف الشغل ده مش هيكون على هواه قوي، لكن المضطر يركب الصعب عشان الظروف تبقى احسن. لازم ياخد الخطوة دي وان كانت مؤقتا مش لصالحه. الشغل بتاع عادل كان تابع لموقع من مواقع شركة الكهرباء، واللي كان بيتم بناؤه حديثا، وكان العمال او كان في مساكن للمغتربين او العمال اللي هيشتغلوا في الموقع ده، من ضمنهم طبعا المهندسين ومن ضمنهم عادل. اول ما بيوصل للموقع بيستقبل عادل واحد اسمه عم مرعي. عم مرعي هو المسؤول عن تسكين الناس اللي تيجي للموقع ده علشان يشتغلوا فيه، وكان من ضمنهم المهندسين، فهو كان مسؤول عن تسكين المهندسين علشان يشوف لهم افضل مكان يقدر ان هم يقعدوا فيه حاليا، وهو اللي كان مسؤول وبيدير الموضوع ده بشكل كامل او شبه كامل. اول ما بيوصل للمكان بيسلم على عم مرعي، وعم مرعي بياخد الهدوم بتاعته او شنطة الهدوم بتاعته وبيطلع بيها للمكان او الشقة اللي هيسكن فيها. عادل كان بيقول ان دي شقة مش بطالة خالص، كويسة يعني على الوضع اللي هو هيفضل فيه فترة مؤقتة، كمان هيقعد معظم الايام موجود هنا، هيقعد في اخر الشهر او هيقعد 5 ايام من الشهر هيرجع لبيته تاني. فده كان مكان مناسب جدا لطبيعة الشغل اللي هو هيشتغلها. طبعا عم مرعي بيسلم على عادل وبيسيبه هو والحاجة بتاعته علشان يبدأ عادل ان هو يظبط الهدوم بتاعته ويرتب اوضته ويرتب المكان اللي هو فيه. عادل بيقول اي نعم المكان كان متعرب شوية وكله تراب وباين ان الناس اللي كانوا موجودين هنا ما نظفوش، لكن يبقى المكان مقبول نسبيا للوضع اللي هيعيشه والوضع الشغل المبني على الاغتراب، يعني المغتربين. بيقعد عادل على الكنبة وبيريح عليها شوية وبياخد كده زي قيلولة ساعة بينام فيها ما بيحسش بنفسه، لكن بيصحى على رن التليفون من مراته واللي كانت بتطمن عليه، بتقوله انت وصلت ولا لا، وبيطمنها فعلا، بيقول لها انا وصلت تقريبا من ساعة ونمت ساعة كمان، فبتطمن عليه وبينهي المكالمة على كده. بعدها بيقوم علشان يظبط بقية المكان بتاعه لانه الصبح بدري هيروح الشغل، وعادل بيظبط الدنيا كلها، وبعد كده على الساعة 12 كده بيروح علشان ينام علشان يصحى الشغل بدري. وبيعدي اليوم عادي جدا وبتعدي الليلة عادية جدا. بيصحى عادل تاني يوم علشان يروح الشغل ويتعرف على اصحابه وزمايله اللي موجودين
ويبدأ ان هو يتعرف على الشغل والمهام اللي هيعملها في الموقع الجديد. عادل كان بيقول ان هو كان متقبل الشغل جدا، اي نعم ان هو كان فيه اجهاد الى حد ما، تبقى الدنيا تمام بالنسبة للراتب او الفلوس اللي هياخدها. وبعد اول يوم شغل عادل بيروح البيت علشان ياكل وعلشان كمان يحاول ان هو ينام بعدها. وفعلا عادل ما بيسميش، بينام فترة طويلة جدا وبيصحى على حس مكالمة تليفون الساعة 3 بالليل تقريبا. وهنا بيكتشف ان في هنا اساسا تليفون ارضي، لكن للاسف عم مرعي ما بيقولهوش او ما بلغوش ان في هنا تليفون موجود. بيصحى عادل وبيجري على التليفون علشان يرفع سماعة التليفون، لكن اول ما بيرفع سماعة التليفون بيسمع السماعة التانية بتتقفل في وشه. هو كده ملحقش، مش عارف هو مين. طبعا عادل بيقفل السكة وبيستغرب، بيقول ممكن مين او مين يعرف رقم التليفون اللي موجود هنا الا لو يكون حاجة تبع الشغل، لكن لو في حاجة تبع الشغل مش هتكون دلوقتي، اكيد هعرفها الصبح. وبيرجع عادل للنوم بتاعه وبينام لحد الصبح وبيروح شغله عادي ولا كأن حاجة حصلت. حتى ما بيفتكرش ان هو يكلم حد على المكالمة اللي جات له امبارح، مفيش اي حاجة تخليه ان هو يتكلم على المكالمة بتاعت امبارح او سبب معين يخليه يهتم بالموضوع قوي. وبيقضي يومه عادي جدا وسط زمايله وسط شغله الجديد، وهو عنده شوية شغف ان هو يعدي الشغل ده وتكون الدنيا تمام. عادل بعدها بيرجع تاني البيت، نفس اللي حصل امبارح حصل برضو يومها في نفس التوقيت. بيصحى من النوم بالليل على الساعة 3 كده، يصحى بيلاقي تليفون الارضي بيرن عليه، بس المرة دي بيسمع صوت همهمة غير مفهومة، صوت تشويش، كأن كده زي كأنك بتتصل بحد والشبكة بتبقى مش مظبوطة فبتسمع صوت تشويش، لكن تشويش غريب جدا ومتكرر، كأن الشخص اللي بيكلمه ويقول نفس الكلام. عادل بيفضل يسمع لحد ما بيلاقي ان الطرف التاني برضو بيهبط في وشه السكة بيقفلها، هو برضو راح جاي قافل السكة. اكيد في عطل فني او اكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل في الخط ده، فقفل السكة وراح ينام. قضى يومه برضه بنفس الطريقة والأسلوب، وفي اليوم اللي بعده برضه نفس الموضوع، حد بيتصل بيه الساعة 3 بالدقيقة، بيصحى وبيسمع صوت تشويش غريب، لكن المرة دي بعد صوت التشويش بيسمع صوت تاني خالص، صوت واضح جدا ونقي. الصوت ده هو صوت مراته ليلى. أيوة، بيسمع صوت مراته، فبيبتدي ان هو يكلمها وبيقول لها يا ليلى ازيك، انا سامعك كويس كلميني، لكن ليلى بتفضل تتكلم كأنها اساسا مش سامعاه. وبيتضح له ان ليلى اساسا بتتكلم كأنها بتتكلم مع حد تاني، هي معاه مش على الخط اساسا ولا هي سامعاه، بيسمعها بتتكلم مع شخص تاني، يعني بصورة سريعة جدا. الصوت بيبقى نقي جدا كأنه واقف جنبها بالظبط، والسكة بتتقفل. هنا عادل بيبتدي يقلق، صوت مراته ده ومين الشخص التاني اللي بيتكلم معاها؟ هو مش عارف مين بيكلم مراته، وازاي اساسا سمع مراته وهي بتتكلم، وهم اساسا التليفون الارضي بتاعهم مش موجود او مفصول، فازاي هي قدرت تتكلم على التليفون الارضي وازاي هو اساسا سمعها؟ كلام كتير جدا حصل. بيبدأ ان هو تاني يوم على طول يتصل على مراته علشان يطمن عليها، ويبتدي ان هو يطمن على ليلى ويعرف ان كل حاجة تمام. وابتدي يحكي لها الحكايه اللي حصلت معاه امبارح، تقول له ان ده الكلام ما حصلش خالص، انه اساسا عارف ان التليفون الارضي بتاعهم مفصول، فازاي سمع صوتها وبتتكلم مع شخص تاني، ومين الشخص التاني ده؟ فعادل بيقول لها انا ما اعرفش، انا بقول لك اللي انا سمعته. وبتنتهي المكالمه بشكل مش ودي شويه بين الاتنين. نفس الموضوع بيتكرر بعدها التاني في نفس اليوم الساعه 3 بالليل، بيصحى على المكالمة، لكن هنا مش بيصحى قوي لانه بيبقى باصص في الساعة مستني اساسا المكالمة. اتعود عادل ان المكالمة دي تجيله كل يوم الساعة 3، لكن هنا بيبدأ ان هو يسمع صوت مراته تاني، بس هنا بيسمع صوت ضحك مراته بتضحك ضحك هستيري وهي بتتكلم مع الشخص وبتقول له شفت المغفل، هو بيقول لي ان هو سمعنا ازاي؟ انا مش عارفة سمعنا ازاي، هو يعرف ان انا ما بحبهوش وما بطيقوش وعمري ما حبيته، بحبك انت مش بحبه هو. وهنا بيتقفل السكة، وهنا
عادل بيفضل مصدوم من اللي سمعه، ما بينطقش ولا كلمة. بس هو من ساعة ما صحى من النوم عادل بيقول ان هو ما نامش تاني خالص لحد ما راح الشغل تاني يوم مطبق. اليوم ده عادل حرفيا ما بيعرفش يشتغل، وبيضطر ان هو يديله اليوم ده اجازة علشان يقدر ان هو يستعيد طاقته من تاني، ويقدر ان هو يريح شوية لو هو تعبان. عادل مش بيقدر ان هو يستوعب اللي سمعه، وبيجن جنونه، وفعلا بيقرر ان هو ينزل في اول اجازة، وبينزل بدري عن الاجازة علشان يعرف مراته ليلى بتعمل ايه بالظبط. وهنا عادل بيلم شنطته وبياخد بعضه وبينزل فعلا على المحافظة اللي كان فيها او اللي كان ساكن فيها. وهنا بيقابل ليلى، واول ما بيشوفها بيتخانق معاها خناقة كبيرة جدا، وبيتعاركوا مع بعض، وبيتهم ليلى بالخيانة. هنا ليلى ما بتسكتلوش وبتقول له الكلام ده ما حصلش وانت كذاب. بيقول لها ان الكلام ده سمعه في ودنه، محدش حكاله على حاجة وسمع الكلام ده بودنه. فبتقول له سمعته ازاي؟ قال لها انا سمعته زي ما سمعت، عرفت انك متجوزاني ما بتحبنيش، وان الشخص التاني ده هو اللي بتحبيه. الخناقة اللي بينهم بتتطور وبتبقى خناقة كبيرة، وعادل وسط ما هو بيتخانق مع مراته بيزقها وبتقع وبتتخبط في الحيطة خبطة جامدة جدا، وده اللي خلاها تفقد الوعي. طبعا هو كان شايفها في الاول ان هي فقدت الوعي، لكن ما يعرفش ان الخبطة كانت قوية وكفيلة ان هي تخلص عليها تماما. طبعا ما بيعرفش ده الا بعد ما بتيجي النيابة وبتيجي البوليس وبيكتشفوا ان هي خلاص مش موجودة عن الحياة. عادل ما كانش مستوعب اللي كان بيحصل، لدرجة ان هو ما كانش مستوعب اساسا ان اللي كان بيحصل ده كان مجرد حاجة على تليفون وهو ما شافهاش بعينيه، وكانت مجرد مكالمات. لكن اللي زاد وغطى والموضوع الصادم لما كانت واتفتحت تحقيقات النيابة علشان يجيبوا عادل ويتكلم ويعرف السبب. فبيتكلم بيقول ان هو سمع مراته بيتكلم واحد وبتخونه، لكن بيتضح بعد كده ان اساسا، وده بعد كده بعد ما جابوا عم مرعي عشان يحققوا معاه هو كمان، بيكتشف بعد كده او بيقول عم مرعي ان اساسا الخطوط اللي موجودة في الشقة او الخطوط اللي موجودة كلها في مساكن المغتربين كلها مفصولة. عادل ما بيصدقش الكلام اللي بيسمعه، وهنا بتروح النيابة بنفسها بتعاين الاماكن وبتعاين الشقق فعلا، وبيتضح كمان ان هي مش بس مفصولة من الكابلات، لا دي كمان مفصولة من كابينة الكهرباء او من كابينة الاتصالات اللي موجودة في المربع ده كله مفصول، مفيش ولا خط واحد شغال. وده بيخلي عادل يتصدم تماما. يعني ايه؟ يعني مين اللي انا كنت بسمعها دي كل يوم؟ وايه المكالمة اللي كانت بتجيلي دي كل يوم؟ طبعا كل ده النيابة بتشوف ان هو كان بيتهيأ، او ده ما كانش حقيقي. واللي شافته على ارض الواقع كمان ان اساسا الخطوط ما كانتش شغالة، وده كان الدليل المثبوت والدليل الوحيد اللي النيابة شافته. المكالمة في الاساس ما كانش ليها اي وجود بالنسبة للنيابة، لكن بالنسبة لعادل هو سمع كل حاجة كانت موجودة. وانتوا كمان قولوا لنا في الكومنتات ايه اللي كان عادل بيسمعه ده بالظبط. هل كانت المكالمة دي فعلا موجودة؟ هل كانت المكالمة دي اللي سمعها حقيقية؟ وهل دي ليها علاقة بالسحر والشعوذة؟ ولا ليها علاقة بحاجات تانية؟ يا ريت تقولوا رأيكم في الكومنتات. في اخر القصة يا ريت بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والحلقات بتاعتنا علشان تقدر توصل لكم كل الحلقات اللي انا بنزلها وكل القصص. ولو عجبتك الحلقة يا ريت تشاركني برأيك في الكومنتات، ولو ما عجبتكش برضو تشاركني برأيك علشان اخلي المحتوى افضل. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.